المعلمة رئيسة من أخطر تجار الكيف في القليوبية، أخطر من مناعة بكتير. بدأت حياتها في سكة المشي البطال وانتهت بسجل إجرام فيه 150 سنة سجن. اعمل لايك ومتابعة وتعال نشوف قصة الإمبراطورة اللي حولت قريتها لدولاب مخدرات مفتوح. رئيسة مواليد الخمسينات، في أواخر الخمسينات كده، من أسرة بسيطة خالص. ولما كبرت ضيق الحال مع الأسرة مع الكلام ده كله، اتجهت اتجاهات تانية انحرافية، يعني على علاقة ببعض من الشباب اتجهت الاتجاه اللي هو مشي يعني بطال. ماشي ببطال. وبعدين أثناء الفترة دي اتعرفت بشاب من الشباب دول دلها على سكة المخدرات، فدخلت المخدرات كتعاطي في الأول، وبعدين ابتدت تكون زي وسيط تقضي للناس ايه الحاجه بتاعتها وتاخد نسبه، يعني تاخد من فلان تدي واحد تاني، تجيب من هنا تشتري. وكانت بتروح تشتري في الفتره دي، اتكلم مثلا في الثمانينات والتسعينات كده، كانت ازدهار البؤره الاجراميه بتاعتنا اللي احنا اتكلمنا عليها بتاعت الجعفره وكوم السمن. كان ساعتها كوم السمن هي رقم واحد في مركز شبين القناطر، واتعرفت هي بتاجر هناك في كوم السمن، احتواها وبدأ بقى يديها قطاعي كده حته بحتتها، تقطع الحته تبيعها حشيش كله. وبعد كده ظهر نبات ايه البانجو، دخلت في سكه ايه البانجو، بقت تاخد كميه من الكوم السمن. وكانت ساعات في منطقه تاني اسمها ابو الغيط برضو في اطار محافظه القليوبيه، وكانت بتشتغل في البانجو والحشيش. قعدت فتره تشتغل محدش بيدرى بيها، وكانت ذكيه جدا وقلبها ميت. هي بقى طبعا زي ما قلت لك الظروف الصعبه والكلام ده كله، فعايزه تجيب الفلوس باي شكل من الاشكال. الاسره مفيش، وشافت انه الطريق ده بيدخلها فلوس والدنيا سهله. وتجار بقى في الفتره دي زي ما قلت لك تجار كوم السمن بقى كانوا كبار جدا، فهي اتعرفت بواحد كبير ابتدى بقى يزود لها الكميات وما مم. ياخدش منها فلوس الا لما بتخلص الكميه اللي معاه. في الفترة دي يا محمد كان عندها كم سنة هي؟ انت بتتكلم بقى الفتره دي بتتكلم في 35 سنه مثلا. وكانت طبعا هي في عزوف عن الجواز. بعد كده كونت بقى نفسها من الطريق ده، تجارة الصنف. من تجارة المخدرات. زي ما قلت لك كان في ازدهار لمخدر البانجو ده، وهي كان بقى ذاع صيتها، اشتهرت في الموضوع ده. اتحبست مرة، قضت 6 سنين وخرجت. بعد ما خرجت بتتجوز أول جوازة ليها، وبعدين ما بتكملش لأنها بتستمر في تجارة المخدرات. وحتة بقى التحكم اتحولت بقى من شابة لشخصية لتاجرة مخدرات كبيرة، بقت المعلمة رئيسة. فعارف انت بقى جو المعلمة بقى بالصبيان بالرجالة، ابتدى بقى يتكون عصابتها. وأول جوازة ما انجبتش، اتجوزت تاني، انفصلت عن جوزها، قعدت فترة حبس. تتكلم بقى ايه في مراحل عمرية بيتوسطها كده في النص مرحلة بتتحبس فيها، تاخد لها 6 سنين، خرجت تاخد سنتين، تتجوز، تنفصل، ترجع تتجوز تاني جوازة تانية، وبرضه لم ترزق بأولاد، ما خلفتش برضه في الجوازة التانية. بعد الاتنين دول الناس أطلقوا عليها إيه؟ سمت نفسها أم حسن. كان نفسها تخلف ولد، فأطلقت على نفسها إيه؟ أم أم حسن. حسن. بقت مشهورة إيه؟ المعلمة أم حسن. رئيسة أم حسن. المعلمة رئيسة استمرت في التجارة دي ووسعتها من خلال بقى أختها فردوس وولاد إخواتها. هي طبعا ما خلفتش، هي كان نفسها تخلف عشان تعمل عزوة وعصابة، فربنا ما كرمهاش، قامت ضم بقى اخواتها، خدت اختها اللي اصغر منها فردوس وولادها وولاد ولاد اخواتها الصبيان، وعملت دولاب مخدرات كامل مكتمل في بيتها، في العماره بتاعتها، البيت بتاعها. واشتغلت على تجاره الحشيش. كان بقى خلاص البانجو خلاص ابتدى بقى يعني يختفي في الالفينات. الفتره بتاعت 2000 كان وصلت لمرحله ان هي بتوزع بقى جمله. هي بدات زي ما قلنا بالتعاطي وحته بحته، وبعد كده تاجر في كوم السمن، تاجر كبير في كوم السمن كان بيديها حصة. وبعد كده هي بقت يا وائل تاخد حصة زي التجار بتوع كوم السمن، وصلت للمنابع اللي بتجيب من خط التهريب عرفت السكة للقليوبية. يعني. عرفت السكة بقى من عند راس الكبيرة، واشتغلت بقى في المجال ده، ودورت الدولاب بتاع البيت بتاعها بتاع فردوس ده القطاعي بقى للتجار الصغيرين، والشحنات الكبيرة والشغل اللي هو على كبير بقت هي المسؤولة عنه. كده شغالة جملة وقطاعي هي. بقت شغاله جمله وقطاعي. الفكره بقى ان هي من ذكائها ما بقاش الاداره بقى الضباط بتوع المباحث ما حدش قادر يعرف يمسك عليها حاجه. هي معلمه وسطو والكلام ده كله. وخلينا نقول برضو كان في فتره كده قبل 2010 كان في برضو المخبرين اوائل
يعني كان برضو في تحس ايه، يعني كان في كده مع التجار في ضعاف انفس، الكلام ده كله كانوا بيسهلوا لها العمليه بتاعت البيع اللي في الشارع دي. يعني مخبرين مثلا اللي في المنطقه دي ما ينزلوش حملات في قريه دملو. حولت قريه دملو قريه محترمه جدا وكلها ناس كويسه جدا، فيها كذا مركز تحفيظ قران، ويعني قريه محترمه جدا في مركز بنها، وعائلات تاريخية وناس يعني أصيلة. البؤرة اللي عملتها جواها خلت اسم دملو ده ينتشر إيه ما بين إيه تجار المخدرات اللي حتى في القرى المجاورة بقى يقصدوا الدولاب بتاع فردوس ده اللي هو فين في قرية دملو. فيجي مثلا واحد من قرية مجاورة ولا بتاع، انا رايح دملو، القرية اللي هي كلها بقى ناس متعلمة دي وناس مسالمة وناس محترمة جدا، بقى مرتبط اسمهم ايه، كلمة دملو، قرية دملو بدولاب بأكبر فردوس. ضرب مخدرات يعني. معلمة رئيسة. وطبعا بقى جو الافراح ومعلمة بتتصدر المشهد على مستوى محافظة القليوبية. الموضوع بيكبر بقى، مش مركز بنها ولا مكتب مخدرات القليوبية، بقى الموضوع بقى في الإدارة، وابتدوا يشتغلوا عليها الأجهزة الأمنية. وكان بقى في الفترة دي اللي هو حبيب العدلي طبعا كان وزير الداخلية. كان بيطبق قانون الطوارئ على كل اللي خارجين على القانون بقى، اللي هو يعني بيوصل لمرحلة يعني خطرة في أي مجال بقى، يعني لو سطو مسلح إرهاب الكلام ده كله. في تجارة المخدرات لو تفتكر لما احنا عملنا موضوع أنا وأنت قبل كده وداعا للحشيش، كان في اواخر 2009 2010 مظبوط، اواخر في 2010. الفتره دي اما صدر بقى ساعتها القرارات اللي هي بتاعت الاعتقالات لو تفتكر، خدها هي ايه، جالها من الحب جانب زي ما بيقولوا، واعتقلت مرتين قبل 2010 لخطورتها على الامن العام في تجاره المخدرات. المعلومات كلها ورقه وقلم، ده شغل الرئيسه. اما بيجيبوا عيل مثلا او تاجر جايب من الرئيس رئيسه، تيجي بقى تقتحم بيتها، تعمل مأموريات والكلام ده كله، تخش تفتش ما تلاقيش اي حاجه اصلا. كانت بتخبي الحاجه. طبعا مخازن بقى، وما تقدرش توصل للمعلومه فين الشغل بتاعه. وشغل الاداره متهم بمضبوطاته. فهنا السجل الحافل بتاعها 12 اتهام مخدرات ما بين محبوسه وما بين اتهامات تجاره وموجوده وصبيان وبتمسكوا. فهنا وزاره الداخليه عملت ايه ساعتها؟ يطبق عليها قانون ايه؟ الطوارئ. اعتقال. تم اعتقالها في 2000 وقبل 2010، بتخرج في اواخر 2010، وبعد 2011 بتتوسع بطريقه بقى كبيره جدا مع الانفلات الامن اللي حصل في 2011، وبتتوسع في تجارتها خلاص بقى ببجاحه وبساطه وبنفوذ. لو انت بقى بتتكلم، شوف احنا كنا بنحكي ان كل تجارتها دي ما تعرفش تمسك منها حاجه. بعد 2011 بقى الدولاب علني جهرا، مسلحين واقفين في الشارع، رجالتها اخواتها فردوس عادي جدا. يجي مركز بنها هيبتدي بقى الضباط بتشتغل والكلام، وتنزل تاني وترجع تتعافى الدنيا، ينزل معاهم مباحث، الناس تبتدي تتكلم معالي الباشا ده في ناس بتبيع مخدرات في الحته الفلانيه، والدولاب رئيسه واختها فردوس ومش عارف وابنها رامي. ينزل ضابط مباحث ولا مأمورية فيها رئيس مباحث ومعاونين وبتاع، اول ما يخشوا الشارع يبلغوا. يا ريت بقى بيتبلغوا، لا ينزلوا لك الستات، تصدر الستات، ويبتدوا يتهجموا هم على الحملة على الضابط. تلاقي واحدة تقوم مقطعة هدومها وداخلة على الضابط، الحقوني والشرطة بتعمل والشرطة بتسوي. والفترة دي زي ما قلت لك لسه في فترة تعافي الأمن، لسه بقى التعافي الأمن. انتوا رجعتوا تاني تعملوا وانتوا مش عارف ايه، ترمي بلاها على ايه، على الظباط. ومش الظباط عاملة ايه، لا طب خلاص يبتدي ايه المعاونين ترجع لورا. وطبعا ما بيلاقوش بقى حاجة، ما هو نازل اصلا ياخد اجراءه، يجي داخل البيت هيفتش دول في الوش، بيعطلوا الحملة شوية، يعطلوا الحملة، وبعدين يشتبكوا كمان مع الحملة. ما بقول لك جبابرة صعبة جدا، معلمة يعني، فاهم. في الجزء الجاي هنعرف ازاي انتهت امبراطورية المعلمة الرئيسة بزفة بلدي في قلب قريتها، وازاي ظهر بعدها جيل جديد لتجارة الصنف على ايد المعلمة آية. ما تنساش اللايك والمتابعة عشان توصلك حلقاتنا.